هو أنا ليه باشجّع كورة، وليه تحديدًا باشجّع من الكورة الأهلي، وليه كمان باشجّع الأهلي أكتر من المنتخب، يعني الحقيقة اللي كلّنا عارفينها بس أوقات بنقول عكس ده، اللي هو لأ المنتخب أهم، بلاش نقول كلّنا يعني أغلبنا، في ناس باحس إن عندها موضوع المنتخب أهم من النادي، بس الأغلب لأ، أغلب جمهور الكورة النادي عنده أهم. فليه أنا باشجّع كورة؟ لإن يعني في مجتمعات أنت ما بيبقاش عندك إمكانية كبيرة إن أنت تدخل أحزاب بقى أو جمعيات مجتمع مدني أو بتاع، تمارس نشاط ما يعني، يعني تشوف جهة تنتمي ليها كده وتمارس نشاط وتنشغل بيها بعيد عن الدراسة أو العمل أو الأسرة أو بتاع، فبتبقى الكورة هي الحل، يعني هو فعليًا ممكن الدول اللي بتبقى المجتمعات فيها يعني متأخرة شوية بلاش متخلفة، الكورة بتبقى بديل لحاجات تانية، بديل كمان كويس إن أنت تنتمي لحاجة ولفكرة وتشجّعها وتبدأ بقى تحفظ مين هم رموز النادي ده والشخصيات المؤثّرة فيه ونجومه وتاريخه، فده بيكون عالم بديل كده أو عالم موازي بتعيش فيه أنت وتحس فيه بالأهمية شوية، تحس فيه بالانتماء، وده الشيء الأهم بالنسبة لي، لإن الكورة هي بتدّيني فكرة إن أنت منتمي لعالم ليه تفاصيله وليه قواعده أكنه بالضبط عالم كامل يعني، ليه قانون وليه صراع ما بين الأندية وجوّه النادي الواحد وبين اللعيبة ومحاولة صياغة تاريخ بشكل معيّن، فالكورة عالم في الدول اللي زي مصر يعني، لأ عالم مُعقّد وعالم ثري جدًا ومسلي وممتع يعني. وبالكورة باشجّع الأهلي طبعًا عشان أبويا أهلاوي، كنت باتفرّج على ماتشات الأهلي وأنا صغير، دي بلا خلاف يعني ولا جدال، لكن كمان علشان لمّا كبرت وفهمت الأهلي بيشتغل إزاي، عجبني أوي حاجة عندهم، فكرة إن أنت بتشتغل على الimage بتاعك، على الbrand بتاعك، إن أنا والله أنا باسوّق لنفسي إن أنا نادي كذا، 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 نقول بقى نادي المبادئ، نادي البطولات، الأهلي بمنحدر، أيًا كان الكام جملة اللي إحنا بنبني عليهم صورة النادي، وطبعًا أغلب الوقت بيحاولوا يلتزموا بيها في وجهة نظري أنا يعني، فكان ده مُرضي بالنسبة لي أوي، إن أنا باشجّع ما هو أكتر من فريق كرة قدم، لأ هُم بيتعاملوا مع نفسهم إن إحنا أكبر، فده حلو ومُرضي ليّا، يعني لو ربطت ده بفكرة ليه أنا باشجّع كورة عمومًا وأتعصّب مع الماتشات وأتابع أخبار الانتقالات واللعيبة ومين قال إيه ومين عمل إيه، فأمّا تربط ده مع إن الأهلي بيتعامل أو بيسوّق نَفْسه جماهيريًا من سنين، إن أنا أكبر من مجرّد فريق كورة، مش قصدي يعني السلة والتنس وطايرة والكلام ده، لأ أكبر من مجرّد فريق، إن أنا عايز تقول كيان، عايز تقول دولة، عايز تقول مؤسسة ضخمة، فبيعمل ده يعني ده أنا حبيته، وحسيت إن أنا عايز أشجّع النادي ده فعلًا، رغم إن أنا في الحياة العادية صعب إن أنا أنتمي يعني للطرف الأقوى أو الطرف المنتصر، دايمًا باتعاطف مع الضعفاء أو المهزومين يعني، إلا في حالة الأهلي، لإن مش فكرة إن هو بيكسب، هي فكرة إن أنا بس مش باشجّع كورة وخلاص و3 نقط أو الكاس والدوري والبتاع. لأ، ده أنا باشجّع مؤسسة كبيرة، مؤسسة ضخمة، بتحاول تبقى مؤسسة دايمًا بقى عندها قواعد، عندها نظام، عندها إدارة، بتحاول تبقى إدارة محترفة طول الوقت، فده مُرضي لغروري أنا كأحمد شخصيًا يعني. وتالت سؤال أنا ليه باشجّع الأهلي أكتر من المنتخب؟ جدًا، لدرجة إن أنا فعليًا يعني أغلب الوقت ماتشات الأهلي الودية بالنسبة لي أهم من ماتشات المنتخب الرسمية، ويعني ممكن عادي أسيب ماتش المنتخب من غير ما يهمني حتى أعرف النتيجة كام. والله هو ده مرتبط شوية بحاجة اجتماعية، إن أنت كلنا كأفراد أسرتك والّا عيلتك، يعني الأسرة اللي فيها الأب والأم والإخوات أنت بتحس ليهم بانتماء أكتر والّا بالعائلة الكبيرة اللي بتضم مجموعة أسر؟ أكيد الأسرة، أنت بتتعامل معاهم يوميًا، حياتك مرتبطة بحياتهم يوميًا، عارفهم عن قرب وشايفهم عن قرب وحاسس إن أنت مؤثر أو متأثر باللي بيحصل في الأسرة دي. النادي بقى بالنسبة لي هو زي الأسرة، والمنتخب زي العيلة. فأنا الأسرة باتعامل معاها يوميًا، الأهلي أنا باشوف ماتشات كل أسبوع ماتش أو 2، في أخبار دايمًا حاضرة عن النادي طول الوقت حتى لو مش ماتشات، فأنت طول اليوم في أهلي أو طول الأسبوع في أهلي،
غير المنتخب، بطولات معينة. أنت كمان عارف إن الموضوع بيتم إزاي وبيدار إزاي في اتحاد الكورة والخلفيات ومين بيجيب مين والدنيا ماشية إزاي، فبتحس أنت مش منتمي أوي للقصة دي. لكن هو التشبيه الأقرب إن الأهلي ده هو الأسرة الصغيرة اللي أنت بتتعامل معاها بشكل يومي، فحاسس بانتمائك الحقيقي ليهم، والمنتخب زي العيلة. يعني أنا في آخر اسمي الشاذلي صحيح، لكن أنا بانتمي لأسرتي اللي فيها أبويا وأمي أكتر من عائلتي بمليون مرة يعني. ولو في تعارض ما بين الاتنين يعني أكيد هانتمي لأسرتي وأبقى مع مصلحة أسرتي، زي الأهلي والمنتخب لو في تعارض، يعني الأهلي محتاج لاعب والمنتخب محتاجه، لأ أنا أهم عندي الأهلي، حتى لو المنتخب عايز بطولة مش مهم. فهو حب الأهلي مش تعصب أكتر، ولا فكرة إن إحنا مش مهم عندنا البلد أو أنا مش مهم عندي البلد وبتاع. هو المنتخب ما هوش البلد بالمناسبة، ده فريق كورة برضه. لكن هو الفكرة إن أنت عايش يوميا أو أسبوعيا مع فريقك، مع النادي اللي أنت بتشجعه، فأكيد انتمائك ليه هيبقى أعلى كتير من انتمائك للمنتخب اللي هو بيلعب بطولة كل سنتين، وممكن يلعب كام ماتش في السنة كلها أصلا، وأنت ما أنتش راضي غالبا عن اختيار المدرب ولا طريقة اختيار اللعيبة ولا نظام إدارة المنتخب ولا نظام إدارة اتحاد الكورة. فحاسس إن الموضوع مش بتاعك يعني. عشان كده بالنسبة لي أنا وبالنسبة لكتير من جمهور الكورة، النادي أهم من المنتخب.